يلا خازوق جديد. طبعا انا ما بحرمش وبرضه هفضل اطلب من اونلاين وهنعمل انبوكسنج سوا. يلا. نفس بتاع الاسترس لسه ما خلصش من المره اللي فاتت، هنقعد نفرقع فيه كل ما مديري عصب. ده ايه ده يا ستي؟ ده انا من قعده المكتب او يعني وهي باينه اساسا بدات اوس، فيعني احنا محتاجين نلحق الموضوع بسرعه قبل ما اكتب ابقى عامله كده. وانا يا رب يكون ده مقاسي. ايه ده جابتهولي اكس لارج، انا قلت لها لارج، ايه جابتهولي اكس لارج مش تبعي. ماشي هنشوف طيب نظامه ايه وان شاء الله هنحاول نفهم. استنى. طيب بصي، هو بيتلبس المفروض كده. انا محتاج كتالوج، بس طبعا الكلام ده على هدوم للحسن. يا الله العظيم الابد، انا بجد مش فاهمه حاجه. تتلبس ازاي دي؟ طب ثانية. المفروض ده بيتظبط كده على ورا، هاخد الوسط اقفله من هنا. يا ديني. اوكي. ايه ده بقى؟ استغفر الله العظيم. هنا مثلا استغفر الله العظيم مش فاهمة حاجة. طب نعمل كده طيب ولا اعمل ايه؟ مش فاهمة. ايه ده؟ مفيش كتالوج اعرف بيتلبس ازاي، ولا اعرفه ان دي بتبقى ورا. يا استعمله ككورسيه في حياتي بعد كده. ماشي. ماذا بعد؟ كده لبسته زي الشنطة. يا فين الحتة التانية؟ ايوه. شعري يعني. كده طيب ولا ايه؟ يعني مش عارفة. هو انا كده ضهري اتشد. هو تقريبا كده. فهمنا بيتلبس ازاي الحمد لله. ان شاء الله يجيب نتيجة، عشان بعد الشلل ده كله يا نهار ازرق على جرابي. حد جربه قبل كده طيب وحس ان في فرق، ولا هو بس مجرد حاجة لحظية عشان تفتكري ان انت تفردي ظهرك، ولا يمكن في طريقة تانية لللبس؟ مش عارفة الحقيقة. هو انا كده لبست تحت الهدوم عينا من الزعرورة اللي نازلة دي، مش عارفة في فرق ولا لا. انت شايفة ايه؟ فرقت شوية. على الأقل هحافظ على الوضعية دي وانا ماشية وانا قاعدة.